هذا واحد من الشباب مقبل على زواج ورتب وضعه وتزوج، ثم يعني مع مرور الأيام جت فكرة البيت يبي عمر، وبدأ يرتب وضعه قبل ما يجي النظام الأخير. فرتب الوضع وشرى له بيت من أحد الملاك وعطاه مبلغ، ثم كان المبلغ على أقساط، يعني مبلغ يعطيه كذا، مثلا نقول 50,000 وهذا الرجل يعمر ويدين اللي أخذ منه هذا صاحبنا. فيوم وصل آخر دفعة تقريبا ما يقارب 50 أو حوله، تزود أو تقل أكثر، انزنق صاحبنا، انضغط شوي، وكانت على أهبة أنهم ينتقلون للبيت وفي احتياجات أساسية بالبيت يرتبه، يعني كان معه أهله وأمه، يعني الرجل متحمس لكنه منضغط بالحيل، وهو بدأ بشيء من التجارة، الشيء البسيط، لكن وافقت العمار ووافقت الأمور هذه فأكلت الدنيا كلها. الرجل يوم أنه ناظر وثربا قال له هالمبلغ ندفعه، يبي ينضغط بالحيل ويبي يتوقف عن انتقال، وان أجل فهو طيب. وصاحبنا هذا راعي البيوت الديان حد خذ حق وعط حق، ما عنده المجاملات يوم توزعه هني، ما فيه اللي يبيه، ما فيه كلام. فحاول يعني، بس عارف طبعا انه ما في مجال. عرف واحد من الرجال، شروى من يسمع ومن يشاهد، رجال راعي وجاهه ويحب الشفاعات، وهو من الشخصيات اللي ما تدري هو تاجر ولا مو بتاجر، عنده ولا من عنده، من كثر فزعاته ولملمة الأمور. بعض الناس سبحان الله تتصل عليه أو يتصل عليه ويطلب منه فزع مالية بسيطة، تلقاه أبد ويسر الله وابشر، أنت ما تدري هو عنده فلوس ما عنده فلوس، ما تدري شلون يفزع، جاه ولا وجاه. اي والله ما شاء الله تبارك الله ميسرن الله عليه فعل الخير للناس. ثم كثير من هالنوعية ذا إذا مات تلقى ما عنده شيء نبد، لكن الله اي أو مديون. أحسنت أبوي. فجاء وجت باله فكرة أنه يكلم أحد المقربين لهالرجال يشفع عند راعي البيت أنه يؤجل هالمبلغ شوي، يعني لعله. صاحبنا يقول كلمت واحد من المجالسين لهالرجال اللي احنا نتحدث عنه، وقال له انه فلان توه بيسكن البيت، وانه يعني انضغط وشارين البيت من فلان، ودنا تتشفع يعني صاحب البيت او الديان بعد جامع بينهن انه لعله يصبر عليه شوي بس يسكن ويسر الله، لانه هذا معين يعطيه المفتاح الا كل الامور متيسره. المهم قال هذا يبي يسر الله. راح الرجال هذا وكلمه، اما عاد مشافهه واتصال، وقال له هذا وضع الرجل ولعلك يسر الله. ثم رد على الوسيط وقال له قل له يتوكل على الله، يروح وتراه يقول أبد نبي نمهله سنة أو متى ما تيسرا، ولا تيسرا يعطيني إياه أنا أتواصل معه لعلنا بعد نقواه يعني ينزل شوي. يقول أنا يوم وصلنا هالكلام طمعت إنه بعد لعله بعد إن شاء الله ينزل شوي. أكون صريح يعني هذا ما نقلوا لي، يقول أنا أتحدث عما بنفسي، ما أعطيك مثاليات، هذا اللي صار بنفسي. وسبحان الله الرخاء بعض المرات يولد يعني إنك توسع الصدر. هما وقال له خلاص يبي مهلان، وسعت صدري، وهالفليسات ذي بعد جمعت بال البيت، وبدت الكماليات، ولا يقتل الناس إلا الكماليات، ودك بالأساسيات وتبلع العافية. يعني بعض الناس كنت تزره عشان يضبط أموره، وهو من صاحبنا، وأنا قلت له طبعا هالكلام. المهم مضت الأيام وسكن صاحبنا وأموره طيبة ولا عنده خلاف والبيت مستمتع، بس يقول والله إني غلطت إني ما شكرت هالرجال، ما اتصلت به ولا يعني فوات حرص. يقول راحت السنة أنا والله ما نسيت المبلغ، وأنا والله ناوي بعطي هالرجال،
يوم مضت السنة قلت أنا كل ما تجي رسالة استدعاء للمحكمة أو الشرطة شكوى أنه باقي له هالمبلغ، لأني أنا أعرف صاحب هالبيوت والديانة ما يجامل. يقول والله مسكت عنه. مضت سنة وشوي، يقول ولا وضعي وأنا والله إني مبرد، بس إني مهيئ النفس إنه لو جان أي اتصال لو أتسلفهن وأدبرهن. يقول خلال هالفترة هذه هو يشتغل له محل، يعني خصوصية القصة له مجال تجاري، وقد يوظف بعض الشباب وكذا، تو بادي يعني مشروعه مبسط. جان قريب جدا من صاحب الشفاعة الأول من هالشباب، واشترى من بضاعة على أنه يبدأ بالتجارة، وأموره إن شاء الله تبي تبدأ من هالشباب المتحمسين اللي عنده ما شاء الله حس يعني دخول سوق العمل وكذا. والمبلغ يعني من هال15 إلى 20، وتأخر علي وقت السداد على أنه بيصرف وعلى أنه ذا. وجاء أمي وقال لي والله هذا اللي حصل وغديك وتجدى. يقول والله قلت أنا بفلوسي، يعني صاحبي يعترف له أني والله ودي بفلوسي، يعني دبر عمرك. هذا راح لصاحبنا الأول، الشاب هذا راح لصاحبنا الأول صاحب الشفاعة، وقال له أنا والله يعني بين له قرابته، وأنا أخذت من فلان يعني البضاعة فلانية، ولكن يبدو أن أموره شوي وسط، أغديه يشفع. قال فلان قال سلم لي عليه وقل له غدي يصبر، غدي يصبر عليك شوي ويبي يسر الله الأمر. الله أكبر. يقول يوم جاء لمي، رجع لمي وقال إن فلان سماه بالاسم هذا، يقول يوم قلت والله نعم به، أبصبر عليك وبجدع لك 2000. يقول والله هذا اللي أنا يمكنني أحب المال، صريح الرجال معي. يقول أبصبر عليك، عطوا شهر أو شهرين بس، ترى بعد ما فيه. يقول راحت الأيام، مثلا معزوم من مناسبة بزواج، ودخلت الزواج وأنا مريح ومستانس. يقول هكا اليوم رايق الروقة، ودي أسلم على كل اللي بالقصر، ما عندي قدر الله من فوق 7 سماوات. يوم دخلت وترى هذا الشايب راعي البيوت اللي عمر ويدين، يقول يوم أطبقت علي الأرض قلت هذه اللي ما برجع، ما حسبنا حساب أنا وياه ندخل، يعني ما بقى تبي تطلع جوالك انك تتصل وتمشي بوجهك، ما في. ويقول هالشايب مع الحاسة 17 يعرفن ويعرف ابوي وخوالي واهلي وجماعتي، كل شيء يمشي بعصا، عاد مود نوصف بالحيل، لكن يقول راسه لا اله الا الله يتجدد بالذاكره، اموره تمام، تحديث مستمر ما شاء الله تبارك الله. يقول يوم سلم قال يا هلا ويخمخمن ويسلم علي، وشلون خالك وجدك، ما بزل لا اللي تحت النصائل كل سأل عنه. يقول وامسك ايدي وادخل انا وياه. الحين ما به مفر، وش اللي جاب بالي؟ والله ان انسدت نفسي عنق هوا ومشتهي نعشين بتعشى وبسولف. يقول الحين 50 هذه قدام عيني، وبطلع انا وياه ونروح للجنوبيه، الشرطه الجنوبيه. يقول وانا عارفه تمهيد لكن يبي حقه. يقول يوم قعدنا انا وياه نسولف انا وياه، وشلون امورك وشلون اهلك وشلون وضعك وشلون البيت، عسى الامور طيبه. يقول الرجال ما جاب طاري لا الدراهم ابدا، حرفه والله ما يجامل ظلاله عشان يجامله. يقول وانا وهو يهرج اول مره احس اللي يجي التعرق الواحد لا ارادي، وما غير اشرب من ماء واتعرق واجمع هرج، وشلون بتعذر له وبقول عطن فرصه جمع الاسماء هرج خوف من التكسير. اي والله. يقول يوم انه قضت سواليفه وبدا ينود، يعني دخله النوم يبي ينتظر الشاي بالعشاء بيتعشى بيروح ينام، قضت ما عنده شيء، عرفت انه فصل الشاي. يقول قلت مير خله بدابه، اخاف انه مسكت ينتظر باكر بيشكي بيتاكد اني موجود بديره. قلت والله يا خال العذر والسموح والله منك. قال وش هنا؟
قال 50 أو يعني المبلغ هذا إني تأخرت وإني فرحين بالبيت وش 50؟ قال 50 البيت. قال هم لا لي وأصلات قبل أعطيك المفتاح من خويه والشفاعة. يقول قلت شلون؟ قال إنه اتصل علي فلان اللي هو صاحبنا وإنه قال لي قد يكتمل. وقلت لا أنا ما عندي مهال، أنت بتكفله عطنا دراهمه وروح ندوره. يقول والله إنه جابه لي حول اللي دراهم وأنا والله ما عندي. هو ما قال لك؟ يقول لي هو يقسم لي هذا الرجل يقول والله يا أبو عبد الله إني طالع الله يعزكم المجلس إني غلطن بحذياني وإني طالع قاطع عن الشارع والله ما شفت لا اليمين ولا يسار بروح سيارتي من عمي. صدمة لا أوصف بين موقف هذا الرجل وبين أولاد اللجان وبين إني تأخرت عليه بالسداد وبين ما أدري وش أسوي. يعني أنا بحالة ما يعلمها إلا الله. يقول يوم صار من بكرة وسوي لي هدية متواضعة واروح لها الرجال الوسيط وسلم عليه. رجل كبير ورزين أنا أعرفه شخصيا يعني أعرف الاسم وأحب راسه وأحب بيده وأتعذر. يقول والله سبقت دمعتي كلام عجزت. قلت يا عم اللي سويت بذا ما يسويها أحد. وش اللي سويت؟ قال أبدا تيسر الدنيا مثل الوبر يحت وينبت من جديد والدنيا سهلة. ما أنت بس سكنت أنت ارتحت بس عساك أولادنا نفست عنه شوي يعني أولاد اللي شفع توكل على الله وإنسانه ما بحاضرات عساك بحل ولا تعطيني إياه إلا من يسر وما تيسرا عساهم فدلك أنت ورعى أهل البيت. يقول عطاء رد أعظم. يقول ما تم من 24 ساعة إلا أنا معطيه المبلغ. أولاد عفيت عن مبلغه تماما ووظفته عندي الولد هذا. أنا أقول يا جماعة هذا الموقف اللي حصل سبحان الله العظيم لا شك أن المؤمنون على شروطهم لكن سبحان الله لا تأملت في فرق بين القرض والدين. القرض في نوعية يجعلهم الله عز وجل لنا كآيات يمشون في الأرض وتدرك أن الخير موجود في هذه الدنيا. أعلام يجون ظواهر طبيعية. بعض الناس إذا سمع مثل هالأمور ذا يقول وينهم؟ أنا أقول وينهم لأن الألماس وينه لأن الجواهر وينه. هؤلاء العظماء لا كتب ولا كلمه ولا حادثه وجايه ولد يعني قريب له ومع ذلك ما يعني المفترض أقل القليل قال يا أخوي ترى أنا معطيه خلوه يصبر عليك ومع ذلك أضمرها في نفسه وأدرك أنه ما علم. هؤلاء سبحان الله يعطيهم الله على نواياهم ويحفظ الله حلالهم في سرهم وترحالهم وبقائهم أمام الناس. فأنا أقول يا جماعة الدنيا بخير ودائما نيك تسوقك للخير. اعمل الخير وخاصة القرض الحسن. كثير ممن يقرضون قرض حسن إذا شاف على الإنسان ضائقة قال بسم الله هذا حسابك وعطاه المتيسر ما قال متى تجيبهن ولا قال من يبي يشهد عليك ولا اللي بيني وبينك الله والحمد لله الأمور متيسرة وإن شاء الله أنه يبردن. فغالبا الله عز وجل يحفظ هالنوعية وهم لنا مدارس نستفيد من مجالستهم نستفيد من القرب منهم. هنيئا لك يا أبو فلان وهنيئا لسيرتك العطرة وهي درس لك يا صاحبنا. لكن بقولها لك وبمون يقولون راعي الأول ما يلحق مهما سويت لن تلحق صاحب المعروف الأول وهو صاحب الفضل. الله يحفظكم جميعا.